الفيديو ده يمكن 10 مرة أصوره، مش عايز يتصور. معانا زعبولية جديدة من الزعبولات في تعليق من التعليقات. ملهاش خير في أهلها، خاينة. ملهاش خير في المسيح، خاينة. خاينة يا بسنت. زعبولية يعني إيه خيانة؟ الخيانة هي إني أكون بشكل وجوايا حاجة تانية. هي دي الخيانة. كان هيبقى كويس لما أكون معاكوا بشكل وأنا جوايا حاجة تانية. هي دي الخيانة. لكن إني طلعت على الدنيا كلها بقول أنا عايزة أشهر إسلامي وأشهرت إسلامي قدام الدنيا كلها، لا هربت ولا كنت مع واحد وهربت معاه، ولا أخدت فلوس وهربت بيها. لا، أنا أشهرت إسلامي وجيت بحكم المحكمة قعدت في بيت أبويا مع أمي. ملهاش خير في أهلها. ليه؟ حبستهم؟ محصلش. تاخد عليهم تعهدات، ومع التعهدات دي هم ما سابونيش في حالي 5 سنين لحد ما اتجوزت. ما حبستش حد فيهم. ولما جه ابو ولادي يتقدم لي انا جبته البيت، وهما اللي رفضوا يقابلوه وماما رفضت تقابله، لكن ما جوزتوش من وراه. رحتش هربت معاه. يبقى انا كده خاينه لاهلي. يبقى انا كده بعت اهلي. بعت اهلي دي لما اكون حاسبتهم على اللي عملوه فيا، وهم اساءوا ليا مره واتنين وتلاته واربعه، وكان في ايدي ان انا احبسهم بالقانون واخد حقي. بس انا اخترت ان انا اخد حقي بعدين، مش هنا، مش في الدنيا. هما اللي باعوني وهما اللي اتبروا مني، انا ما اتبريتش منهم. انا لما بنزل في اي حته وبتشاف انتي بنت فلان، انا اشهرت اسلام. ما اتبريتش من حد. هما اللي اتبروا مني ومش فاهمه ليه. أم، الخيانه كلمه كبيره قوي، وبيع الاهل كلمه كبيره قوي. مش انا اللي عملتها. غير ان انا لسه قاعده في مكاني زي ما أنا. ما روحتش في حته، ما هربتش. وبنزل في اماكن فيها اهلي. هما ما سابونيش في حالي غير لما خدوا الفلوس. انا كنت مع امي لحد قبل وفاتها ب6 شهور. هما اللي اخدوها وخافوها بعيد عني، وقطعوا الاتصالات معايا خالص عشان خافوا لا تكتب لي حاجة. هما خافوا على الفلوس، ما خافوش على حاجة تانية. وانا ما كنتش عايزة فلوس، وما زلت مش عايزة فلوس. هما اللي اساءوا ليا مرة واتنين وتلاتة، واعتدوا عليا ومش ناسياها. عشان لسه اثار مية النار لسه في دراعي. لسه اثار مية النار اللي اتدلقت لسه في دراعي. عشان انا ما كنتش مسيحية واسلمت خالص خالص خالص. انا ما كنتش مسيحية واسلمت. انا طالعة امثل واعتدي واكذب. ما كنتش عايزة اطلع مش عايزة اطلع الحاجات دي على السوشيال ميديا، ومش عايزة افتكرها. انا اتسميت مرتين، اتحط لي السم مرتين. حبستهم؟ لا، ما حبستهمش واتنازلت. بعت اهلي دي لما كنت اخد حقي. حقي اللي هو حقي الطبيعي اخده بالقانون.
لكن أنا ما خدتش حقي وسبت حقي لربنا، وبالعكس أنا برضو لسه بدعي لهم ربنا يهديهم. أنا لحد دلوقتي بدعي لهم ربنا يهديهم، ولحد دلوقتي أنا على استعداد إن أنا أتواصل معاهم ده وهم عايزين، بس يسيبوني في حالي في اختياري، يسيبوني في حالي في اختياري. لسه فاكره لهم الحلو، ولسه فاكره ايامي الحلوه في وسط عيلتي، بس ما نسيتش الغدر عشان هم غدروا، وغدروا مش فاهمه ليه. يعني اختياري انا حره فيه. هل حد هيتحاسب مكاني؟ هل حد هينزل التربه مكاني ويتحاسب مكاني؟ هل انا هتحاسب مكان حد؟ لا. حتى الكومنتات اللي بتيجي دي انا نفسي افهم، انا مضايقاكوا في ايه؟ إيه اللي مضايقكم؟ ومش انا لوحدي، يعني اي حد بيشهر الاسلام وانتوا بتضايقوه ليه؟ بتضايقوه برسايل، بتضايقوه بتعليقات ليه؟ برمي بلا، بكلام رخم، كلام بالباطل. ليه؟ ليه؟ انتوا كده فاكرين ان احنا ممكن نرجع؟ سواء انا او اي حد تاني، انتوا فاكرين بالطريقة دي ممكن حد يرجع؟ ده انتوا بتثبتوا لنا كل يوم ان احنا صح، وبتأكدوا لنا ان احنا صح. انتوا اللي فارق معاكوا بس، او اللي كان فارق مع اهلي بس الفلوس وخدوها. دلوقتي فارق معاكوا ايه؟ فارق معاكوا ايه؟ كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، كل واحد حر في حياته، في اعتقاده، في اعتناقه، في عقله. انت مش هتخش جوه عقلي تقنعني بحاجة بالعافية، انا مش قادرة اقتنع بيها، مش بالعافية. انا ما عنديش الخيال الواسع ده. انتوا عندكوا خيالات واسعة، انتوا عندكوا خيالات واسعة مش عندي، مش عندي. صورة بقى تنزل زيت، صورة تنزل سمنة، انا ما بقتنعش بالكلام الفاضي ده. الخيالات اللي عندكوا دي انا ما بقتنعش بيها ومش هقتنع. ف يا اما تتعاملوا معايا معاملة طيبة، كل واحد حر في حياته، يا اي حد هيطلع يسخف عليا بتعليق او برسالة هطلع ارد عليه، بس هضايقك. هطلع ارد بس هضايقك، ومش هعمل لكم بلوكات، مش هعمل لكم